هلو ايه اخباركم؟ كان نفسي اقول لكم ان انا لسه صاحيه من دلوقتي وهبتدي معاكم الفلوج من الاول. بس انا صاحيه من بدري، الساعه تقريبا داخله على 3 بس من ساعه ما صحيت وانا عندي ميتينج افتر ميتينج افتر ميتينج، لسه مخلصه الميتينج حالا. فقلت ان انا اصور الانترو، اسلم عليكم وبعدين اكمل شغل وبعدين نكمل اليوم مع بعض. انا عارفه ان بقالي فتره تقريبا مش بصور فيديوهات خالص، انا مشغوله جدا في الشغل. اولا ثانيا حياتي روتينيه قوي، يعني بجد. بصحى بشتغل، بخرج مع صحابي، بروح الجيم، انام. يعني حاسه ان هو مفيش اي حاجه eventful ان انا اوريها لكم حتى في فلوج وكده. بس قلت ان النهارده اصور معاكم فلوج هيبقى ان انا اوريكم روتين حياتي الايام دي، وبرده في نفس الوقت عايزه برده ان انا اوريكم انا باكل ايه في يومي. فقلت ان انا اصور معاكم فلوج كده اوريكم فيه كل الابديتس الاكل اللي انا هعمله النهارده، لان انا هعمل الاكل النهارده ودي حاجه مش بعملها كتير. انا معظم الوقت بصراحه الحمد لله ربنا رزقني وامي الجميله مستحملاني لحد دلوقتي وانا كبيره وهي اللي بتعمل الاكل. المهم انتوا رمضان هعمل معاكم ايه في الحياه، فبس ده اللي احنا هنعمله النهارده. هوريكم انا باكل ايه عامه في اليوم. انا عارفه ان رمضان قرب يخلص وكده، بس يعني تقدروا تاخدوا فكره عن بقيه الايام انا باكل فيها ازاي، او ممكن اصور واحد تاني بعد ما رمضان يخلص. وكمان ورايا النهارده ان انا عندي تمرين يوجا بالليل في الجيم. صاحبتي الانستراكتور شاطره جدا بصراحه، فهروح برضه احضر لها اليوجا سيشن. بقالي كتير ما حضرتش، يعني من اول رمضان ما حضرتش تقريبا. قبل رمضان برضو كنت مشغوله ما حضرتش سيشن قبل رمضان، يعني يعتبر داخله على شهر مش بحضر. فهنحضر النهارده اليوجا، حاجه عماله اسمعها بقالي فتره وفور سم ريزن هي بتريزونيت معايا قوي دلوقتي. هو ناس كتير بتقولك لازم لما تصحي من النوم ما تقعديش بالبيجامه بتاعتك، فناس كتير جدا عماله تتكلم ان هو انت لازم لما تصحي من النوم you have to change into something outside of your pajamas. usually بعمل الحركه اللي هي بتاعت الميتينجز، اللي هو انا لابسه تي شيرت حلو جدا من فوق ومن تحت بنطلون البيجامه. لكن قررت ان هو I will get these comfy sets والبسهم at least فتره الشغل عشان انا بشتغل في البيت، فببقى محتاجه ان انا اغير من البيجامه البس حاجه، بعدين ممكن بعد ما اخلص الشغل وانزل الجيم وارجع بقى البس البيجامه تاني بالليل when I want to wind down. فهجربها لسه معاكم النهارده، هنشوف بقى هتقعد يعني معايا فتره قد ايه ان انا لابسه فيها اللبس المهندم المحترم بتاعي يعني وانا قاعده في البيت. هي لسه الساعه 3:05 بالظبط. خلص انا السيرش انجن الجديد بتاعي بقى تيك توك، يعني بقى تيك توك بكتب مثلا healthy chicken recipe. I'm not sure should I do this. اوكي انا عماله اشوف احنا عندي ال ingredients بتاعت ال seasoning ولا لا. تعالوا نشوف واحده تانية. عندنا اوبشن حلو، ما عنديش الحاجات بتاعت السويت اند ساور. اللي انا اكتشفته ان انا كان لازم يبقى عندي صويا صوص، مفيش وصفه ما فيهاش صويا صوص. اوف ده مغري قوي. هل بقى هعرف اعمل حاجه زيها؟ بعد محاولات من البحث الفاشل لقيت ان انا ما عنديش اي حاجه تقريبا من الحاجات اللي هم عاملينها، وانا مش محضره نفسي ان انا اعمل شوبينج، ان انا هعمل اكل. انا الموضوع ده قررت ان انا هعمله الساعه 2 بدل ما اطلب فراخ. نو مش هطلب، لا هطلب الساعه 5:15. تفتكروا هيلحقوا يجيبوها لي قبل الفطار؟ فاروح اعمل الفراخ العاديه اللي انا على طول بعملها. عايزين زبده يا جماعه. انا من ساعه ما رمضان بدا اتفرجت على مسلسل واحد بس، اتفرجت على كامل العدد
بحبه بصراحه. من السنه اللي فاتت اتفرجت على سيزون 1 وكله بصراحه ممثل فيه تمثيل حلو، سواء الاطفال دينا الشربيني، اي ثينك الليد كاركتر اسمه شريف سلامه. كنت سالتكم على الانستجرام اتفرج على مسلسلات ايه. المهم ناس كتير جدا قالت لي اتفرجي على اعلى نسبه مشاهده. انا عايزه اتفرج على حاجه تفرفشني، فمش عارفه بقى اتفرج على ايه بعد كامل العدد. حاسه ان المكرونه اللي انا حطاها دي هتطلع حبه صغيرين قوي، وانا هاخد اكبر مقلب في نفسي. هي ثانيه كمان وهقفل عليها لان هي لونها اتغير. من الحاجات اللي انا كنت قلت ان انا عايزه اعملها في اول السنه دي ان انا اطبخ اتليست مره في الاسبوع او مرتين. هل عملت ده؟ ما عملتش ده. هل عندي خطه ان اعمل ده؟ لسه عندي خطه، واحنا يعني في اول السنه، احنا خلصنا يا دوبك شهر 3. النهارده يوم ايه؟ النهارده يوم 28/3، فاحنا يا دوبك خلصنا شهر 3. حاسه ان الفيديو ده المفروض اسميه اسراء محاولاتها في المطبخ. هي تخينه قوي فانا بس هقطعها كده. البهارات عندنا هنحط ملح، شكلي حطيت كتير بس whatever، الفلفل حطيت كتير بس انا بحب الفلفل، بحب الحاجه تبقى سبايسي. وطبعا طالما ما عندناش ليمون فنستخدم خل انستنت، نقطة زيت، اوكي زبدة برضو. بالنسبة للسلطة انا اوريدي عندي كل السلطة متقطعة فري، معمولة قبل كده. ف what I would do is just the dressing وهحطه على السلطه دي. بيخلي ان لو انتوا قطعتوا الخضار مش بيبوظ، فلو انتوا مثلا عاملين كميه كبيره وحاسين ان انتوا مش هتاكلوها سيبوا السلطه من غير الدريسنج عشان هي دي كده مش هتبوظ. طيب انا هقول لكم على المسلسلات اللي اتفرجت عليها تقريبا من ساعه اخر مره عملت فيها فلوج which is من زمان قوي، وايه اللي انتوا تتفرجوا عليه وايه اللي انتوا ما تتفرجوش عليه. So first of all المسلسل اللي انا قضيت 3 شهور بتفرج عليه هو Supernatural. المسلسل ده فظيع، هو 15 سيزون، بدأ في 2005 وانتهى في 2020. 15 سنة. انتوا شفتوا الممثلين من ايام ما كانوا بيبي فيس وهم عندهم 22 سنة لحد ما تموا ال 40 سنة، متخيلين؟ المسلسل ده من زمان قوي، فكانت بنت خالتي من زمان قوي كانت تقولي اتفرجي عليه وانا اقول لها ما اتفرجش عليه عشان كنت فاكراه رعب. وهو اول سيزون منه شوية رعب بس مش للدرجة، بس شوية رعب. بعدين لما تمشوا تكتشفوا ان هو مش رعب خالص، وان هما يعني حتى الكاتب كان بيتكلم ان هو عشان تقريبا كان بيتعرض على قناه فاميلي فريندلي فهو مش عارف حتى يحط رعب كتير في المسلسل. كنت قاعده زهقانه قلت طب والله لا اتفرج على المسلسل ده، وبدات فيه. خلصته بعديها بشهرين. 15 سيزون، كل سيزون 23 حلقه تقريبا. ما كنتش بتفرج واتفرجت على حاجات في النص ان انا ما كنتش عايزه المسلسل يخلص من كتر ما انا اتعلقت بيه. المسلسل روعه، لازم تتفرجوا عليه. مش عايزه احرقه لكم بس هو يعني اسمه بيدل انتوا هتتفرجوا على ايه. Supernatural stuff، حاجات ليها علاقه بالحاجات الخارقه للطبيعه. اتفرجت على ايه تاني؟ لسه مخلصاه، بدات تاني في Supernatural ده بس عشان يدل قد ايه ان هو حلو. ان انا حتى لما خلصته بدات ان انا اتفرج عليه تاني، عرفت قد ايه ان هو حلو. مسلسل فظيع فشيخ. وحاليا لسه بادئه ان انا اتفرج على مسلسل حلو جدا اسمه One Day، هو على نتفليكس. مسلسل خفيف قوي بياخدكوا يوم كل سنه من حياه 2 صحاب، وبياخدكوا بقى من ساعه ما هما اتخرجوا للجامعه how did they mature. يعني مسلسل لايت قوي حلو جدا، يعني بجد رقيق قوي، اللي هو حاجه كده تحببكم في الحياه. I love these type of مسلسلات. I think ان هو inspired من فيلم كانت عاملاه أنا هاثواي في 2003 2004. انا ما اتفرجتش عليه فمش عارفاه خالص. فبس هي دي الحاجات اللي انا اتفرجت عليها. اتفرجت على مسلسل في النص كده هو المفروض ان هو كوميدي اسمه Two Broke Girls. هو مش كوميدي خالص، ما عجبنيش، ما حسيتهوش بالنسبه لي، يعني ما كانش احلى حاجه خالص اتفرج عليها. واتفرجت على مسلسلات كوميدي اكتر من كده بكتير. زي ما قلت لكم تخزين السلطه من غير الصوص عشان الخضار يفضل فريش وما يبص. غير كده لو حطيتوا صوص تلاقوا ان الخضار دبل معاكوا يعني. وزي ما انتم شايفين انا اكلي ما فيهوش خضار، يعني انا ما حطيتش اي حاجه فيها خضار، فهي لازم بالنسبه لي السلطه دي حاجه اساسيه عندي، لازم
تتاخد يعني. مش عارفه بقى اتفرج على ايه بعد كده من حاجات رمضان. انا اتفرج على اشغال شقه مع ان كل الناس قالت حلو وهو كوميدي. في اللي هو بتاع صبا مبارك الناس كلها برضو قالت عليه حلو، فموست بروبلي ممكن اتفرج عليه يعني. اتفرجت عليه اللي هو اسمه ايه، لحظه غضب. لو اتفرجت عليه اكتبولي هل اتفرج عليه ولا لا. انا I think ان الفيديو ده هنزله بكره يعني I'll be able ان انا edit it وانزله بكره. حاجه بره الاكل شويه، بس مامي علمتني ان انا قبل ما ابتدي اكل ان انا اروق المطبخ، اغسل المواعين الموجوده اللي هي الحاجات اللي انا استخدمتها وبعدين اكل. فانا هعمل كده ولسه المدفع ما ضربش. يا سلام عليك يا سوسو، وجبة صحية متكاملة اهي، مخدتش منك نص ساعة، أقل من نص ساعة كمان. الفراخ طلعت حلوة، الشوربة شكلها مغري قوي، والسالاد سلطة عادية يعني. أنا بحط معلقة مايونيز صغيرة كده، مايونيز لايت على السلطة بتاعتي عشان بحس ان هو بيديها طعم حلو. وبس كده، هو ده الأكل. هدوق بس الأكل معاكم عشان نشوف الطريقة اللي احنا شفناها على النت طلعت حلوة ولا لأ. في الفراخ مش ناشفة، هي الحقيقة هتبان قوي. فهل بقى الشوربة مستوية ولا لأ؟ المكرونة استوت، حلوة 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 يعني. نازلة دلوقتي خارج مع صاحبتي وبعدين هطلع من هناك على اليوجا، فلابسة اللبس بتاع اليوجا وكنت عايزة حاجة طويلة البسها على اللاري ملقتش اي حاجة فرحت استلفت. راضي جدا من عند مامي، شياكة او نقرة فظيعة يعني. جماعة اليوجا دي اختراع حلو جدا لأي حد مش بيتحرك كتير او شغلته شغالة على الكمبيوتر، اللي هو 99% مننا او شغلته مقدم كده. النهاردة كنا عاملين تمرينات ظهر، فظهري بيفك جدا. انا عشان على طول قاعدة، انا شغلي كله على الكمبيوتر مش بتحرك فيه كتير، وقعدة اللابتوب بتبقى معظم الوقت عاملة كده. فلما بعمل تمرينات او اليوجا بتاعت الظهر دي بحس باحساس حلو قوي، اللي هو ياه ظهري كده مفرود. I highly recommend. خلوني اتكلم معاكم برضو عن الستايل بتاعي في الارسرسايز. الارسرسايز مش بيخسس، دي معلومه لازم تبقوا عارفينها. يعني انتوا لو عايزين ان انتوا تخسوا مش شرط ان انتوا تروحوا الجيم، مش شرط ان انتوا تعملوا رياضه. الاهم ان انتوا بتظبطوا اكلكم، والرياضه بتيجي مع تظبيط الاكل، ان هي تشد الجسم، ممكن بتعلي الميتابوليزم شويه. بس لو لعبتوا رياضه وانتم ملخبطين اكلكم هيزيد وزنكم. ما تهتموش بالرياضه عشان الخسيه، اهتموا الرياضه لايف ستايل معين، ان احنا لازم نتحرك، واحنا حاليا في عصر احنا مش بنتحرك فيه خالص. اهتموا بالرياضه ان انتوا تبقوا اقوى، اهتموا بالرياضه ان الرياضه ممكن بتشد الجسم، مش بتخسس بس بتشد الجسم. يعني الناس اللي عامله دايت الرياضه بتشد الجسم، مش بتخلي فيه ترهلات كتير. بس ما تلعبوش رياضه عشان تخسوا، ده اللي انا بحاول اقوله. انا بلعب رياضه زي ما قلت عشان على طول قاعده، فده اللي خلاني ان انا اصلا اشترك في جيم. انا كنت بنزل ان انا اتمشى، بس التمشيه ما كنتش بحرك فيها كتفي، ما كنتش بحرك فيها ايدي، ما كنتش بحرك رجلي باوضاع معينه، هي خطوه كده. فبقيت انزل الجيم عشان ان انا اعمل تمرينات احرك فيها عضلاتي، بما اني انا مفيش اي حاجه طبيعيه بتخليني احرك عضلاتي، ادور على external factor يساعدني ان احرك عضلاتي. فعامله اشتراك في جيم كده داخله على سنه، بروح اتليست 3 ايام في الاسبوع maybe more على حسب السكيدول بتاع الشغل بتاعي مع كوتش. فبروح يوم upper يوم lower. upper body اللي هو تمرينات الجزء اللي فوق، lower body تمرينات الجزء اللي تحت. طبعا حسب فرق جامد جدا. اولا في شيب جسمي اختلف، بقيت اعرض من فوق اعرض من تحت، والويست ديفايند، جسمي اتشد ده في الشكل. بس غير الشكل انا بقيت اشيل اوزان اتقل من اللي انا كنت بشيلها بكتير. انا عشان ما كنتش بلعب رياضه طول حياتي
فبقيت اشيل اوزان كتير، وبروح اليوجا مرة في الاسبوع. والايام اللي انا مش بروح فيها الجيم بروح ان انا اتمشى لو جسمي ما كانش وجعني من الجيم، يعني لو مفيش اي حاجه شاده بنزل ان انا اتمشى اتليست لمده ساعه. فبرضو كل ده عشان اتحرك. again انا لما خسيت كنت بمشي لمده ساعه، ما كنتش بروح الجيم، كنت بمشي بس لمده ساعه في اليوم بس كنت مظبطه اكلي. فده اللي انتوا تركزوا فيه، ان انا هظبط اكلي هاكل ايه وبعدين هلعب رياضه ايه. اكيد بقى في رمضان لازم نحلي، يعني اكيد، وانا عامه بحلي في الطبيعي فمش هحلي في رمضان. فبدل ما اجيب كنافه بقى والحاجات دي، الفراوله دي اختراع حلو قوي. دي الفراوله اللي بيتحط عليها سكر، تدخل التلاجة بتبقى طعمها روعه، تاخدوا منها بقى وتبقى فظيعه. يوجوالي باخد كميه اصغر من كده، بس انا حاسه ان انا عايزه حاجه حلوه قوي. انا مش قادره، الساعه دلوقتي 4:15 الفجر. انا اوريدي دخلت ان انا اعمل اديت للفيديو، قلت هبتدي في الاديت لقيتها الساعه 3:30 فجاه. فانا هروح احاول الحق السحور كده، وانا يوجوالي سحوري خفيف قوي، يعني خفيف فهحاول الحق اكل اي حاجه في السحور وهروح انام، لان انا عايزه انام جدا جدا جدا. هو ده كده سحوري نص رغيف. يوجوالي ساعات باخد اقل، بس حبيت اوريكم اكتر حاجه. ومعاه نسكافيه او شاي، بس انا دلوقتي عامله نسكافيه. لو مش متغديه كويس باكل بيض، بس انا حاسه ان انا مش قادره اكل اصلا، حاسه ان الساندوتش كبير عليا على حسب يعني. فلو انا جعانه باكل بيض، بس غير كده باكل جبنه، لان بالنسبه لي الجبنه دي بتبقى اسهل حاجه خالص ان انا اعملها. بس انا I'm so tired، انا تعبانه جدا جدا جدا. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدخل انام. بجد thank you so much ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، يا رب يكون عجبكم وافدكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.